طيب نبدأ نغير مكان الكورة تاني. نحط مثلا الكورة تحت الشجر. تعالي هنا. ستوب. كراميلا تعالي. ست. ستي. نحط الكورة مثلا تحت الشجر ونكافئها على ستي. جود جار. وبعدين نقول فين الكورة؟ هاتي الكورة. فين الكورة؟ جود جار. برافو جود جار. هاتي الكورة. لا هاتي الكورة. انت لقيتيها هتجيبيها بقى. شاطرة. برافو عليكي. برافو 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 برافو. جود جار. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب على قناة اليوتيوب دوجسولوجي ويز وليد علاء، وما تنسوش تعملوا فولو لايك على قنوات التيك توك والانستجرام والفيسبوك باسم دوجسولوجي. مساء الفل، اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات دوجسولوجي. النهاردة معايا كراميلا لابرادور عندها تقريبا 3 شهور ونص. النهارده هنشتغل على كوماند ان هي تتعلم تجيب الكوره، يعني لما نطلب منها الكوره بتاعتها تبدا هي اللي تدور عليها وتجيبها. تعالوا نشوف تدريجيا كده مرحله مرحله الكوماند ده بنعمله ازاي. اولا لو كلبي ما بيحبش قوي الكوره بدور له على كوره زي اللي في ايدي دي كوره بيبقى فيها فتحات علشان احط جواها التريت واسيب الكلب يحاول يخرج التريت من الكوره. تمام. بشكل عام الكوره دي بتنفعني ان انا احبب كلبي في الكوره. بحط جواها التريت. انا بحط دلوقتي جواها كورن فليكس. اوكي، بحط جواها التريت كده وببدا اخلي الكلب يحاول يطلع اللي فيها. يلا. طيب لما بعمل الفكره بتاعت التريت جوه الكوره كده انا بحبب كلبي في الكوره بشكل عام وبخليه يحب اللعبه دي او الشيء ده، بربطه بيه بشكل ايجابي. تمام. زي ما احنا شايفين كده هي عماله دلوقتي تحاول تخرج التريت من جوه الكوره بتاعتها. يلا هاتي الكوره. جود جيرل. برافو. طيب جابت الكوره قريبه مني قوي، انا امسك الكوره في ايدي واديها التريت. امسك الكوره في ايدي واديها التريت علشان افهمها ان هي تاخد التريت لما تكون الكوره معايا انا، او الكوره في ايدي وصلت عندي بمعنى اصح. ستوب. لا لا ستوب. ست. برافو. يلا هاتي الكوره. برافو جود جيرل. لا عايز الكوره. هاتي الكوره. برافو. تعالي. جود جيرل. يلا هاتي الكوره. برافو. لا انا عايز الكوره. هاتي الكوره. شاطره 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 شاطره. تعالي 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 تعالي. برافو برافو. تعالي. شاطره. خدها. جود جار. طيب اشرح كده سريعا انا بعمل ايه. انا بقول اللفظ اللي انا عايز اعلمه لها في خلال فعل الشيء. يعني دلوقتي انا هحذف الكوره، هتشوفوا ان في لحظه ما هي بتحاول تمسك الكوره انا بقول لها هاتي الكوره، علشان اللفظ ده هو اللي هيفكرها بالفعل بعدين. يلا هاتي الكوره. شاطره. جود جارل. برافو عليكي. تاني. هاتي الكوره. برافو. شاطره. جود جارل. تاني. هاتي الكوره. يلا هاتي الكوره. هاتي الكوره. شاطره. جود جارل. برافو عليكي. شاطره شاطره شاطره. طيب دلوقتي نبدا نحط الكوره في مكان ونقول لها تجيب الكوره ونشوفها هتعمل ايه من غير ما نحدفها علشان ما نحركهاش اكتر. ستوب. ستي. جود جارل. يلا هاتي الكوره. اجري. برافو جود جارل. هاتي الكوره. برافو عليكي. جود جارل. برافو برافو برافو. زي ما احنا شايفين هي ذكيه جدا ما شاء الله عليها. ست. ستي. تاني. يلا روح هات الكوره. فين الكوره؟ جود جارل. برافو. تعالي. جود جارل. طيب نبدا نغير مكان الكوره تاني. نحط مثلا الكوره تحت الشجر. تعالي هنا. ستوب. كراميلا تعالي. ست. ستي.
نحط الكرة مثلا تحت الشجرة ونكافئها على ستي. جود جيرل. وبعدين نقول فين الكرة؟ هاتي الكرة. فين الكرة؟ جود جيرل. برافو جود جيرل. هاتي الكرة. لا هاتي الكرة. انت لقيتيها تجيبيها بقى. شاطرة. برافو عليكي. برافو 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 برافو. جود جيرل. وبالطريقة دي بعلم الكلب ان هو يجيب الكرة بالكوماند، يعني بأمر معين او بكلمة معينة اخلي الكلب يروح يدور على كورته علشان يجيبها عشان نلعب بيها. وما اضطرش انا ادور عليها بنفسي، لان ساعات هم بيحطوا الكور بتاعتهم في حتت غريبة فبنقعد ندور عليها كتير. ولكن بالطريقة دي محتاج بس التكرار لمدة اسبوع او 2، في الاسبوع 3-4 مرات، مجرد دقايق من 15 ل 20 دقيقة. وبعد شوية هلاقي كلبي بعد الاسبوعين دول ساعة ما بيسمع هات الكورة بيروح يقلب الدنيا ويدور ويجيب كورته ويرجع تاني. اوكي، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب يكون شرح الطريقة كان بسيط وسهل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب على قناة دوجسولوجي ويز وليد علاء على اليوتيوب، وما تنسوش تعملوا فولو لايكس على قنوات دوجسولوجي على الانستجرام والفيسبوك والتيك توك. اشوفكم ان شاء الله الحلقة اللي جاية على خير. مع السلامة.